إيه نعم، أنا بنتي لها حرية القرار. وهي بقالت بابا أنا عجبني عم وأريد أتزوج. والله إذا هي قالت هالكلام، يعني هذا مستحيل تكون طفلة أستاذ محمد، يعني مع عادي احترامي. جدا، هاي الطفلة بتقول هذا الكلام على فكرة. في أطفال حتى بيقولوا بابا أنا أريد أتزوجك، يعني أطفال ما بيفهموا، سمعوا كلمة من هون لا لا. مش فاهمين حاجة. ولكن لو بنتك أنت مثلا راحت وقالت إنه بابا أنا عجبني هذا عمو فلان كلمني يريد يطلب إيدي أنا أريد أتزوجه، يعني عادي. والله يعني عندما الله يرزقنا ببنات، لازم، لا استطيع ان اقرر الان صراحه عشان نكون صادقين. ولكن زواج لكن اوكي. الفكرة بالنسبه، الفكرة نعم. الفكرة انه انتم لما بتشوفون اغتصاب الاطفال شغلة عادية ومش اخلاقية، فبالتالي ما راح تشوفون انك تقتل الطفل لانه طلع له شعر عانة شغلة غير اخلاقية، لانه مفهوم الاخلاق عندكم انتم في الدين مضروب بالكلية، لانه مش مبني على اسس سليمة، وانما مبني على الاوامر والنواهي. بالضبط، فكل نعم، هو ما مبني اتى على الاوامر بس والنواهي. بس معلش، كل ما نعم. أتى به النبي محمد عندكم هو فعل أخلاقي. حتى الآن لو النبي محمد لو أباح لكم أنكم تركبوا آبائكم وتغتصبوهم لكان هذا الفعل عندكم أخلاق. فأنتم ما عندكم شغلة اسمها أخلاق، عندكم شغلة اسمها اتباع النبي. فكل ما يقول النبي محمد عندكم هو عندكم أخلاق يعني. فلذلك لأنه ما عندكم بوصلة. البوصلة هو يعني مزاج النبي محمد وين راح، وهذا هو الأخلاق عندكم. استاذ محمد، انسان قبل الاسلام، مش مفروض عليه ان يتبع كل احكامه؟ كيف؟ انسان قبل الاسلام، طيب، انسان شهد الشهاده، مش لازم يتبع القران والسنه قبل الإسلام. قبل يعني وافق على قبل الاسلام، وافق. الإسلام. اه. هذا مش لازم مشكلة. يتبع القران. لحظة. طبيعي. الآن أنا أقول نعم. لك، أنا اليوم أقبل الإسلام وبكرة عقلي ينضج، أفكر، أكتب، أقرأ، أسمع أكثر، ما يعجبني الإسلام. العملية هي لها علاقة بالقناعات الإنسانية. الإنسان اللي يقتنع حر، هو ممكن يقتنع بأي حاجة، ولكن اللي قطعا أنك أنت مش حر فيه أن أنت لما قناعتك يوصل لغيرك. يعني بمعنى أنه أنا أجي أفرض قناعتي على غيري. لا، أنت كإنسان لشخصك حر في إطار شخصك، ولكن مش في حر في أنك تفرض قناعتك على ناس آخرين. ولكن الحين استاذ محمد، لو جينا نحكم على الامور، يعني انا فكرت في الموضوع، موضوع اني احكم على الامور بغير شريعه. شو هو الصح، شو هو الغلط، ما هو الحسن، ما هو السيء؟ هذا كلام جميل. أنا الآن لما أريد أحكم بغير الشريعة الإسلامية ماذا أفعل؟ أجي وأجلس مع الناس المختصين، أقول الأمور اللي لها علاقة بالطب أخذ آراء الناس الأطباء. الأمور اللي لها علاقة بالاقتصاد أجي أسمع من الناس الاقتصاديين. الأمور اللي لها علاقة بالتكنولوجيا الإلكترونيات وما شابه أخذ من الناس المختصين في هذا الكلام. وهكذا أستطيع أني أشرع قوانين تكون مناسبة، وفي نفس الوقت أقوم بعملية يعني تطوير هذه الأحكام حسب الخبرات التي عندي من علم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا وعلم التاريخ والاقتصاد والسياسة وهذه العلوم الإنسانية. وبالتالي أجيب ناس يعملون دراسات حول هذه الأمور، ونجرب في وسائل التعليم، في كيفية الإدارة، في كل هذه المجال، وهكذا تتطور الشعوب. أما أنه صح. أنا أجلس نعم. أتمسك بكتاب من 1400 سنة الناس في ذلك الوقت ما كانوا يستطيعوا أن يطبقوه، تريد أني أنا أطبقه الاخلاق الآن على الفرديه أي استاذ أساس؟ محمد، استاذ محمد، انا اكلمك على الاخلاق الفرديه، مثلا لماذا لا تسرق؟ لماذا لا تغتصب؟ لماذا لا تقتحم أنت المحلات بتختصر، أنت وتسرق؟ الأخلاق الفردية عندك في الإسلام أنت بتختصر. انا اكلمك على غير المسلم. ليش؟ ما هو الرادع، ما هو المانع لا، الاخلاقي عنده ان يسرق؟ لأنه أنا أؤمن او غير المؤمن. لحظة. لأنه أنا
مقتنع بأنه أنا إنسان ما حدا يجب أن يعمل معايا هذه الأمور الضارة، وبالتالي أنا لا أضر الآخرين، وهكذا تبنى المجتمعات. والله أنا هذا الكلام أكيد قريته من قبل ولم أقتنع به، لكن والله ما راح لأن تقتنع. أغلب شوف أنت الآن لو رب العالمين نفسه نزل قدامك وقال لك إنه هذا الكلام كله كذب، ما تقدر تؤمن. ليش؟ لأنك أنت ما بنيت إيمانك على التفكير، بنيت إيمانك على التقليد، والتقليد لا لا بالعكس، لا بالعكس أستاذ، أنا واجهت صدمة معرفية وطلعت منها الحمد لله. خلينا نعمل تجربة. أنت تؤمن بالنبي محمد صح؟ الله يستر. نعم. أنت على أي أساس آمنت به؟ والله أتتني يعني عفوا أتاني القرآن وأتاني كلام الرسول. عرفت أن هذا القرآن هو الذي قاله النبي محمد، إذا أنت مو مقلد. لأنه هو اللي وصلني، ما في غيره. أتحداك جيب لي حرف واحد، أتحداك جيب لي حرف واحد في هذا القرآن إلك فيه اتصال سند للنبي محمد. هذه تحتاج بحث. شفت؟ إذا أنت آمنت بالقرآن من ألفه إلى يائه وأنت ما عندك أي أدنى فكرة عن اللي موجود، أنه هذا القرآن قاله النبي محمد لولا. ليش؟ لأنك مقلد لشوية مشايخ نصابين، مقلد لأبوك وأمك، مقلد للعشيرة، مقلد للبيئة اللي أنت نشأت فيها. وإلا أنت ما استخدم التفكير. والتقليد لا يولد العقل، التقليد يولد التعصب. ولذلك أنت متعصب لآرائك، حتى لو تقرأ 50,000 كتاب ما راح تتحرك. ليش؟ لأنك لساتك مقلد. لما تترك التقليد وتصير هكذا إنسان حر وتقول نعم في احتمال أنه هذا القرآن ما يكون من عند النبي محمد، تعمل بحث في هذا المجال، راح تكتشف أنه هذه أكبر كذبة أنتوا صدقتوها، بأن هذا القرآن قاله النبي. لا النبي محمد لم يقل، هو فعلا ليس هناك إثبات أن النبي محمد قال كسرة ولا فتحة ولا حركة في هذا القرآن، يعني فضلا أنه حرف، فضلا أنه كلمة، فضلا أنه جملة، فضلا آية، فضلا عن سور وأجزاء. يعني نعم أستاذ محمد، هل تعتقد أن النبي محمد كان موجود فقط؟ ما أدري، ما بيهمني. طيب ما يهمك. أنا أقول لك النبي محمد عليه الصلاة والسلام عاش 23 عام بعد النبوة، وكل يوم يا أستاذي يصلي بالناس. كذب. كل يوم يصلي بالناس بعد الهجرة. بعد الهجرة هو 10 سنين. طيب 10 سنين حلوات، 10 سنين كل يوم يصلي بالناس. فكيف تقول لي هذا الكلام اللي هو بين الدفتين مش كلام النبي؟ مش كل يوم بيصلي بالناس. 95% من الأيام هو صلى بهم يعني. 95%. طيب كم يعني؟ تفضل. ما هو والدليل عندما مرض تقدم أحد الصحابة، والدليل قال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. إيه طيب شيخ صح؟ أستاذي إيه نعم، عندنا يصلي فيهم دائما. ما كانوا 2003 ما كانوا يصلون جماعة واحدة. ولكن حتى يعني هذا الكلام هو لا يعني شيء، يعني عملية إنه يصلي بالناس هذا فقط هو إرضاء لغروره، أنا أصير إمام على الناس. يعني أنا أكلمك على القرآن، هل كان كل يوم يقرأ مثلا فواتح البقرة مثلا؟ لا، وكان أنا أريد ما كان يقرأ البقرة في صلاة الجماعة. وأنا يعني كان في ال10 سنين كانوا ينوع، يقرأ آل عمران، النساء وما شابه. إيه بس شو السؤال يطرح نفسه، كيف حفظ القرآن النبي هذا القرآن في الصلوات؟ كان حافظ القرآن؟ كان يمسك القرآن في يده ويقرأ يعني؟ لا، مين قال لك كان في قرآن أصلا؟ زين أنت جاوبني. كيف كان يحفظ هذه الآيات؟ أعطيني وذانك عشان أشرح لك العملية. لو كان يقرأ القرآن ما كان يخربط في كل هذه الآيات، لو كان حافظ القرآن.
شوف الآن لم كان مرة، شوف أنا أقول لك الآن مرة يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفي بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وبعدين ينسى، وبعدين يجي يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. عرفت كيف؟ فكل شوية بيقلب في الآية والبهايم اللي وراه ولا فاهمين حاجة، فبيقولوا هذا قرآن وهذا قرآن. هو مش قرآن، هو ما كان يحفظ، لذلك كان بيخربط في الآيات في الترتيب في هذه الأمور، والناس تعتقد إنه هو هذه آية وهذه آية، ومش هو نفس الآية، ولكن هو بيخربط لأنه هو مش متمرس، مش كاتب، مش ما بيعرف شو بيعمل. كم مرة ورد هذا مثل هذه الرواية أن النبي أخطأ؟ كم مرة؟ القرآن كله هكذا. هنا يذكر قصة فرعون بشكل، وهنا يذكر قصة فرعون بشكل ثاني، وهنا بشكل ثالث، وهنا بشكل رابع، وهنا بشكل خامس. ليش؟ لأنه كان بيخربط، ما عنده استراتيجية في القراءة أصلا. خير إن شاء الله. أنت أستاذ محمد أنت لا تريد الإسلام، مش أنك ما اقتنعت وبس، لا تريده، وأسأل الله أن يهدينا ويهديك. شوف حبيبي، الإسلام هذه كذبة. أنتم عندكم حاجة اسمها إسلام لأنكم ناس ما بتشغلون عقولكم. لا توجد حاجة اسمها إسلام. الإسلام هذه كذبة. هناك تفاسير إسلامية، هذه التفاسير أنا بعضها ما عنديش مشكلة معها، روح عيش في صومعتك، في قبتك، في كذا. أنا بتكلم عن الشريعة الإسلامية، واحدة من التفاسير الإسلامية. عارف كيف؟ ولكن المنظومة كلها بكل أشكالها هي منظومة فاسدة. ليش منظومة فاسدة؟ لأنها مبني على المجهول، مبني على أنه أنت ما بتعرف هذا الكلام مين اللي قاله ومين اللي سواه. في عندنا واحد اسمه النبي محمد قال أنه أنا صرت نبي، صلاة النبي. كيف عرفنا أنك نبي؟ ما حدا عارف هو كيف صار نبي. راح طلع لنا في السرداب ورجع للبيت وقال زملوني دثروني. طيب زملناك ودثرناك وجبنا لك البطانية واللحاف اللي كله في البيت، وبعدين قال إني خشيت على نفسي. قال والله يا ابن العم إنك لا تصل الرحم ولا إنك لا تعمل البطيخ وتسوي الشاورما، أنت لن يخزيك الله أبدا. راحت لعند ابن عمها، جابت ورقة بن نوفل. شو عندك أنت يا ابن عمي؟ قال والله إني رأيت كذا وكذا. فورقة عمل كده، هذا هو الناموس الذي نزل على موسى. لأن شكلك موسى ما نزل عليه مع الناموس. موسى ربنا كلمه مباشرة كده، يعني شخصا لوجه على قولة عمرو عبد الجليل. عارف كيف؟ ما الدافع عن يكذب؟ ما الدافع عن يكذب؟ الدافع هذا بعدين نتكلم عن الدافع. قال له إن أنا ما أتى أحد ببدء، يعني معقول هذا صار نبي ما عرف إنه نبي لين ما خديجة راحت اتوسطت عند ورقة بن نوفل عشان ورقة يجي يقول له أنت صرت نبي؟ في واحد يصير نبي بهذه الطريقة الغبية؟ ولكن أنتم المسلمين ما تشغلون عقولكم. أي هذه الرواية السخيفة تعطيها لأي شخص يقول يا عمي هذا الواحد مهلوس وهذا ورقة ضحك عليه، يعني لا نبي ولا بطيخ، هو جديد عن النبوة، اللي ما بيعرف انه صار نبي اصلا الا لما اجى واحد من برا، واحد نصراني. سبحان الله، نصراني. شوف رجل قد تنصر، يعني كان رجلا كبيرا في السن وقد تنصر، وكان يكتب الانجيل بالعربية. يا سلام، انجيل بالعربية، وعلى اساس فيه انجيل واحد وفي 4 اناجيل يخرب بيته. اي انجيل هذا؟ ما حدا، هذه واحدة من الاناجيل المنحولة ولا المكبوتة ولا شو اسمها. عارف كيف؟ ما حدا. هذا الانجيل تبع ورقة شو كان. اجى ضحك على هذا النبي وهذا الرجال وقالوا انك انت نبي، وهذا الرجال عجبوا الفكرة، فقال لك ومات ورقة فانقطع الوحي. يا سلام، انقطع الوحي لأن ورقة مات على أي أساس؟ عمي هذا ضحك على الذقون، هذا ترويج الآن للأطفال. والله بيقولوا شو انت تضحك علي؟ بيعرف يقول هذا ورقة اللي كان يقول له انه انت النبي وانت الاله ويعلم القرآن. يا عمي شغلة تافهة، شغلة معروفة والله، يعني ملعوبة 5000 مرة. ولكن أنا لما أكون واحد مقلد مسلم بسجد 34 مرة في اليوم، برفع مؤخرتي، ما راح يبقى عندي عقل أصلا أفكر. شو أفكر أنا أصلا؟
افكر بانه هذا دين وهذا نبي وهذا كذا، لانه في خلقوا في الوعي واللاوعي لدي انه هذا نبي عظيم وهذا كذا. انا صار لي 30 40 50 60 سنه بيدخلوا هذا الهراء في راسي، فاكيد ما راح يكون عندي عقل اني اقدر افكر في هذا المجال يعني. عندي استفسار لو سمحت. تفضل. الحين في آية يقول الله فيها، هي طويلة بس يعني أنا أعطيك. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هل تعتقد يعني يا أستاذ محمد أن الحين بيجي النبي يقول لهم أطعموا أو اكسوا ثم من لم يجد فصيام؟ إذا كان هذا الدين دين شخصي ولا دين من راسه؟ أكيد لأنه هو يريد أنه يبين للناس أنت عشان تصير منضبط معاه بالأحكام يشرع لك قوانين عادي. وين المشكلة؟ أنا الآن لو كنت بدال النبي محمد كنت راح أعمل أكثر من هذا. تعرف ليش؟ لأنه كان يعيش في مجتمع بهايمي، هذا المجتمع ما بيجي إلا بهذه الطريقة بالانضباط. هو بده يضبطهم، مش يضبطهم عشان يصيروا ناس أوادم، عشان يقدر يسوقوا. هذه الفكرة. النبي محمد يعني كان يريد، لأنه كان اللي حواليه على فكرة شوية أوباش، يعني شوية صعاليك أوباش مجرمين قطاع طرق، عشان يضبطهم فكان يعمل عليهم أحكام متشددة في كثير من الأوقات عشان يقدر يتحكم فيهم. هذه الفكرة. خير إن شاء الله، يعطيك العافية ونتمنى لك كل خير. شرفتني يا أهلا وسهلا، حياك. محباتي لك وردة. حييك. الله أنت حي. من عندنا بعد من المسلمين السنة أو الشيعة يكتب رقم 7 إن أرادوا المشاركة.